السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي في ايام مباركة من شهر رجب، وبعد ايام قليلة هتبدأ ليلة 27 رجب اللي الناس كتير بتسميها ليلة الاسراء والمعراج، اللي اكيد ان الاسراء والمعراج معجزة عظيمة اكرم الله بيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها فرضت الصلاة وتأكدت قدسية المسجد الاقصى. لكن التاريخ الدقيق هل هي 27 رجب ولا لا مش ثابتة بدليل صحيح 100% من السنة، لكنها اعظم ليلة في تاريخ الاسلام بعد ليلة القدر. الليلة دي مش مجرد ذكرى، دي معجزة ربانية غيرت مسار الدعوة، فرضت فيها الصلاة وربطت بين مكة والقدس إلى يوم الدين. تعالوا نعيش القصة كاملة خطوة بخطوة ونشوف ايه الدروس اللي نستفيد منها في حياتنا. تخيلوا معايا الوضع، النبي صلى الله عليه وسلم في سنة صعبة جدا، سنة الحزن. السيدة خديجة رضي الله عنها أول من آمن به وسندته توفت، وعمه أبو طالب اللي كان بيحميه من قريش مات، وقريش زادت في أذاها، حاصرت المسلمين جوع وعذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم راح الطائف يدعوهم للإسلام، لكن ردوا أسوأ رد، سلطوا عليه السفهاء والصبيان يرموه بالحجارة لحد ما أدمى قدميه، وزيد بن حارس بيحاول يحميه واتجرح راسه. النبي رجع مكة دامن قدميه، قلبه مكسور من الكلام أكتر من الحجارة، وفي اللحظة دي الله سبحانه وتعالى أراد نبيه ويثبته، فهيأوا للرحلة العظيمة دي. بدأت الرحلة من المسجد الحرام في مكة ليلا في جزء من الليل، الله أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم على دابة نورانية اسمها البراق، أسرع من الضوء بتحط رجلها عند منتهى البصر. وصل المسجد الأقصى في القدس اللي ربنا وصفه في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ليه بدأ من الحرام وانتهى في الأقصى؟ عشان يربط ربنا بين المكانين المقدسين، يأكد قدسية بيت المقدس، ويبين إن الإسلام هيمتد لهناك، وإن القدس هتبقى ثالث أقدس مسجد بعد الحرام والنبوي. هناك جمع الله للنبي كل الأنبياء فصلى إماما بيهم كلهم، ده تكريم عظيم ودليل إن القيادة انتقلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالته رسالة عالمية خالدة لكل الناس. بعد الصلاة بدأ المعراج، صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل للسماوات السبع. في كل سماء قابل النبي، السماء الأولى سيدنا آدم، السماء الثانية سيدنا عيسى ويحيى، السماء الثالثة سيدنا يوسف، السماء الرابعة سيدنا إدريس، السماء الخامسة سيدنا هارون، السماء السادسة سيدنا موسى، والسماء السبعة سيدنا إبراهيم عليهم السلام كلهم. وفي كل مرة يسلموا عليه ويبشروه. وصل لسدرة المنتهى، الشجرة العظيمة دي في أعلى السماء السبعة، مفيش بعدها حاجة، حد بين الله وخلقه. النبي وصفها: ورقها مثل آذان الفيل، من أصلها أنهار، النيل والفرات ظاهران واتنين باطنين في الجنة، الشجرة مغطاة بنور إلهي، جمال فوق الوصف. سيدنا جبريل وقف وقال له: لو تقدمت خطوة احترقت، لكن النبي تجاوزها بقدرة ربه، وهناك رأى آيات ربه الكبرى، الجنة والنار وعذاب أهل المعاصي. الأهم، فرضت الصلاة مباشرة من ربنا بدون واسطة، أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم. النبي رجع يطلب التخفيف بنصيحة سيدنا موسى لحد ما اتخففت ل5 صلوات في العدد و50 في الأجر. الصلاة دي معراج كل مسلم كل يوم. الحديث القدسي بيقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، لحد آخر الفاتحة. ودي رحمة من ربنا وعماد الدين وصلة يومية بين العبد وربه. الرحلة دي جت تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقول له: لو أهل الأرض أعرضوا عنك، أهل السماء رحبوا بيك. ودروس كتير نتعلم منها: الإيمان بالغيب، أهمية الصلاة، الصبر، قدسية الأقصى اللي صلى إليه المسلمين سنين طويلة قبل تحويل القبلة. فيا رب اجعلنا نحافظ على صلاتنا وانصر إخواننا في فلسطين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.